الرياضة والطب، الرياضة والألم، هل في علاقة بين الطب والرياضة والألم؟ الحقيقة في علاقة مهمة جدا. طول الوقت بيبقى في شخص بيعمل رياضة بتبقى دايما صحته أحسن، وشخص العكس. دايما بيبقى في علاقة بين الرياضة العنيفة والاستعمال الغلط والألم. طيب في أشخاص كتير جدا بنشوفهم كانوا رياضيين. الشخص الرياضي ده بتبقى مشكلته محددة جدا. واحد، انه متعود دايما ان هو لا يستسلم، وحتى لو مصاب بيضغط على نفسه. الحقيقه ده ثبت في كتير من الاحوال ان هو مش مظبوط. انا شخص عندي الام معينه، الاساس في علاج الالم ده هي اني اريح نفسي بدنيا. ولذلك دايما بننصح لو في اي اصابه عضليه او اي اصابه مفصليه، جزء مهم جدا من العلاج ان انا لازم اخد راحه لهذا المفصل وهذه العضله، عشان ادي فرصه للادويه اللي احنا بناخدها والوسائل العلاجيه والعلاج الطبيعي. ولذلك جزء من العلاج اني اعمل رياضه.